خاتم سليمان واحد من أشهر المعتقدات اللي ارتبط بها أساطير وحكايات شعبية كتير. بيقال في الأساطير والحكايات إن الخاتم ده له قدرة سحرية غريبة في التحكم في الجن وكمان قيادة الشياطين والكلام مع الحيوانات. حكايات كتير عن النجمة السداسية اللي كانت عليه، وفي رواية تانية بتقول إن النجمة دي معناها نجمة داوود عليه السلام، لكن هيفضل سر الخاتم العظيم ده في شفرته والكلام المكتوب عليه. اتعددت الروايات والأقاويل عن الخاتم ده، فهل سر الخاتم العجيب ده حقيقي ولا من محض الخيال؟ أنا محمد حسن، والحلقة دي هنتكلم عن خاتم النبي سليمان. بحسب بعض الروايات اللي جت في الإسرائيليات القديمة اللي بتقول إن بداية ظهور الخاتم ده بتعود إلى ما قبل التاريخ، تحديدا في عصر النبي سليمان عليه السلام، واللي نزل بيه جبريل عليه السلام على النبي سليمان بن داود عليه السلام. وبحسب الروايات دي برضه بتقول إن النبي سليمان كان بيلبسه في سبابته الشمال لمساعدته في السيطرة على الجن والشياطين وكمان الكلام مع الطير. طيب السؤال هنا، خاتم النبي سليمان بيتصنع من إيه؟ في بعض الروايات والأساطير بتقول إنه مصنوع من 7 معادن مختلفة، وهي الرصاص والقصدير والحديد والذهب والنحاس والزئبق والفضة. وبحسب الروايات دي ما بتقول إن المعادن دي ليها القدرة على حماية الشخص من شر الجن والشياطين والتحكم بيها، وعلى ما أظن إن ده معتقد شعبي قديم جدا، والدليل إننا سمعنا عن أشخاص كتير كانوا بيصنعوا حاجات من المعادن دي بالذات عشان العين والحسد. طيب شكل الخاتم ده إيه بالظبط؟ في الحقيقة شكله غير معلوم بالظبط، لكن بعض الروايات والأساطير بتقول إنه محفور عليه نجمة سداسية أشبه ما تكون بنجمة داود عليه السلام، واللي أصبحت في وقتنا الحالي رمز للديانة اليهودية. لكن السؤال هنا، هل الخاتم ده موجود فعلا؟ في الحقيقة لحد دلوقتي ما تمش العثور على الخاتم لحد وقتنا الحالي، وده بسبب إن حضارة سليمان عليه السلام كلها ما تمش العثور على أي حاجة منها، وده اللي خلى المفسرين يقولوا إن حضارة سليمان عليه السلام كلها ما كانتش على الأرض، بل إنها كانت موجودة بالفعل في البحر، وغرقت الحضارة كلها بمجرد موت النبي سليمان. كمان كان في بعض الروايات اللي اتكلمت عن خاتم النبي سليمان، وقالت الروايات دي إن الخاتم تم سرقته من قبل واحد من الجن واللي كان اسمه صخر. طيب قدر يسرقه إزاي؟ الرواية بتقول إن في أحد الأيام قرر النبي سليمان إنه يطوف على كل زوجاته عشان يجيب منهم 100 ولد. وبتكمل الرواية وبتقول إن بعد ما انتهى النبي سليمان من ده قرر إنه يروح ويغتسل، لكنه قبل ما يعمل كده خلع الخاتم بتاعه من إيده واداه إحدى زوجاته المقربين ليه. لكنه بعد ما دخل الخلاء استغل واحد من الجن الموضوع ده وتشبه في هيئة النبي سليمان، وراح لزوجة النبي سليمان وطلب منها الخاتم، وبدأ يتعامل على إنه النبي سليمان. وتم طرد النبي سليمان الحقيقي من القصر واشتغل صياد، وكان أجره في اليوم الواحد سمكتين 2. وفضل الجن اللي اسمه صخر ده يتحكم في المدينة وهو متشكل على هيئة النبي سليمان. لكن مع مرور الوقت بدأ وزير النبي سليمان واللي كان اسمه آصف إنه يلاحظ أمور غريبة، وإن في حاجة متغيرة في النبي سليمان. وفعلا بدأ يسأل زوجات النبي سليمان عن أحواله وتصرفاته معاهم، لكنه اتصدم لما لقي نفس الأمور الغريبة دي بتحصل مع زوجات النبي سليمان، خصوصا لما أخبروه إن طباعه وتصرفاته متغيرة. وهنا أدرك الوزير آصف إن ده مش النبي سليمان، فبدأ بمطاردته لحد ما وقع الخاتم من الجن صخر في المية. وعلى حسب الروايات ما بتقول إن التقطت الخاتم واحدة من الأسماك في بطنها، وبعد كده حصل نفس اللي بيدور في دماغك دلوقتي. أيوة، النبي سليمان وجد الخاتم بتاعه في واحدة من الأسماك اللي كان بياخدها أجر من الصيد. لكن للأمانة الرواية دي كل علماء المسلمين رفضوها، لأن فيها تقليل كبير لواحد من أنبياء الله وهو النبي سليمان عليه السلام، واللي كان مذكور في قصته إن كان عنده ملك كبير جدا. ما أظنش إن واحد من الجن كان يقدر يعمل معاه حاجة زي دي، زائد إن ما ينفعش إن واحد من الجن أو الشياطين إنه يقدر إنه يتمثل في صورة نبي من الأنبياء، وعشان كده علماء المسلمين كلهم رفضوا الرواية دي بشكل قاطع. وكمان زي ما جاء في الآية الكريمة في سورة صاد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، صدق الله العظيم. فهنا نفهم أن ربنا عز وجل وهب ملك لسيدنا سليمان لم ينبغي لأحد من بعده، فمن المستحيل أن ربنا عز وجل يكون حصر كل الملك ده في مجرد خاتم يتلبس في الإيد. وكمان الآية الثانية بتقول فسخرنا له الريح، ربنا عز وجل ما قالش فسخرنا في الخاتم. وبرضه للأمانة ما فيش أي حديث صحيح ورد عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن قصة النبي سليمان بيذكر فيه الخاتم العجيب ده. طيب السؤال هنا، هل خاتم سليمان ده موجود؟ الحقيقة إن بعض العلماء أشاروا إن الخاتم ده مجرد خاتم لفظي، وزي ما احنا فاهمين إنه خاتم بيتلبس في الإيد، لكنه لحد وقتنا الحالي لم يتم العثور عليه، أو ربما تم العثور عليه وهو موجود دلوقتي ومحدش يعرف عنه حاجة، الله أعلم. الخاتم ده فضل وهيفضل لغز محير جدا في مملكة النبي سليمان عليه السلام، والخاتم ده بيعتبر نقطة في بحر
بالنسبة للقصص اللي ذكرت عن النبي سليمان. المشكلة إن أي كلام بخصوص السحر أو العوالم الغريبة، أو خلينا نسميها بعوالم ما وراء الطبيعة، بتكون خطرة جدا وبتصير الفضول عندنا كبشر، وده اللي خلى كتير من الناس تتكلم عن الموضوع ده إما بالإيجاب أو بالرفض. لكن سر الخاتم ده سواء كان حقيقة أو مجرد خيال هيبقى من الغيبيات اللي لحد النهاردة العلم والتطور ما وصلش ليها أي إجابة مقنعة. وبكده هتكون حلقتنا النهارده خلصت، لكن قصصنا لسه ما خلصتش. طالما كملت الفيديو لحد هنا يا ريت تعمل لايك لو بتشوف الفيديو من على فيسبوك، وتشترك في القناة وتتفرج على الفيديو من على يوتيوب. يلا سلام.